اهلا بيكم. حلقه جديده هنتكلم فيها عن تكبير الثدي. انا دكتور وائل يحيى. العبره في التوازن مش في المبالغه. كل واحده بتهتم بحجم الثدي عندها. التطور الطبيعي اللي بيحصل مع اللبس هتلاقيه، مع اللانجري هنلاقيه، مع كل حاجه هنلاقيه. طيب امتى المريضه تلجا انها تعمل تكبير ثدي؟ قبل الجواز. في بعض البنات النهارده الثدي عندها ما حصلوش كامل النمو، مش هيكبر ده بعد الرضاعه، ملوش علاقه. هو الثدي في الاخر عباره عن شويه دهون وغده. السليم فيت، الاكلات اللي بقت ضعيفه جدا دلوقتي بالنسبه للاجيال اللي موجوده عندنا، هتلاقي معظم البنات دلوقتي او كتير منهم عندهم مشكله في الثدي. بيتعوض بقى ده ببوش ابس بالكلام ده، لكن ساعه الجواز بتيجي تقول لك انا هتجوز كمان شهر كمان 2 فانا عايز اعمل تكبير ثدي. تفرق دي عن واحده اتجوزت وجابت ولد ولا 2 ورضعت وحصل عندها ضمور في الثدي؟ دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. النقطه الاولانيه بتاعتنا بالنسبه لنا البنات الصغيرين هو عباره عن جرح صغنن جدا من تحت الصدر، بنخش نحط منه حشوه سيليكون. حشوه سيليكون او حقن دهون ده هنتكلم فيه في اخر الحلقه. الست بقى اللي كبرت ورضعت مره واثنين وثلاثه فحصل عندها سقوط وضمور في حجم الثدي عندنا، يبقى هنا محتاجين نعمل حاجتين. اولا نرجع الثدي تاني لمكانه، يعني نرفعه ونعمل تكبير. 3 اسئله مهمين بقى اي عمليه تكبير ثدي: الجرح منين؟ الحشوه هتتحط فوق ولا تحت؟ هستخدم دهون ولا هستخدم سيليكون؟ المرحله الاولانيه ينفع فيها حقن الدهون اللي هي البنت اللي لسه صغيره، حسب طبعا اللي هي عايزاه وحسب حجم الثدي اللي موجود. نقطه بقى ان الدهون اللي في الثدي بيحصل فيها انكماش بعد شويه، يعني 50% بعد اول سنه من الحجم اللي وصلنا له تقريبا هيقل، وده امر طبيعي مفيش فيه حاجه غلط، ده امر طبيعي. النقطه الثانيه بقى بتاعتنا اللي هي لو واحده بسم الله الرحمن الرحيم النهارده ولدت ورضعت مره واثنين وثلاثه في الصدر فيه نزل، الاولويه هنا لحشوه السيليكون. الحشوه هتتحط فين؟ عاده دلوقتي بقت بتتحط تحت العضله. نسيبنا من الحاجات الغلط اللي كانت بتتحط قبل كده. في نوع سيليكون ما نزلش مصر، باكد تاني ما نزلش مصر، فاحنا في حل ان احنا ندافع عنه. الشركات هم في العالم 4 أو 5 شركات المحترمين. حشوات السيليكون بتتعمل من شركات زي كده دعامه القلب، ما يحصلش منها مشكله، يعني لا ركبت طياره وانفجر ولا نزلت غواصه وانفجر ولا وقعت فالسيليكون حصل له حاجه. لا، السيليكون ده امن، اقف عليه برجلي ارزعه في حته هيرجع لي تاني عادي جدا زي الكره الكاوتش، ما يحصلوش حاجه غير لو اتقطع. بيتقطع ده يا بيبقى اثناء العمليه بس، ده الحل الوحيد ان يكون حصل فيها ده، واحنا بنحط ده لو ما اتحطش بحرص شديد ممكن يحصل فيه قطع. تقريبا ده بطلنا نشوفه النهارده. الطرق الجديده النهارده بتاعت الحشوات والماده اللي مستخدمه في الحشوات زي ما بيقولوا كده، احنا النهارده في الجيل الخامس من الحشوات. يعني السيليكون النهارده لو مسكت حشوه السيليكون وقطعتها بسكينه كده مش هيطلع لي من جواها سيليكون خالص، بقت النهارده زي البوليمر، زي لدائن كده موجوده عندنا، زي العجينه، ما يحصلش منه اي مشكله. الاجراء الامن التام بتاعنا بيتعمل هو جراحه يوم واحد برضه، شويه تحاليل صغيره قبلها، نعمل العمليه بنمشي بعدها ب4 5 ساعات بالكتير قوي، بنبات ليله لو بنعمل ايه الصدر مع حاجه ثانيه في الجسم. اختيار الطريقه الامثل للثدي يعني ايه؟ يعني حضرتك قولي مشكلتك فين وايه الحجم اللي انت عايزاه، فالدكتور بتاعك يقول لك هتستخدمي ايه. فوق العضله او تحت العضله، يفضل جدا انه يبقى تحت العضله، ده اللي موجود حاليا عندنا دلوقتي هنا وفي العالم كله. الحقيقه احساس في الحلمه والهاله بيرجع تام بخلال من 3 ل 6 شهور، ما يحصلش اي مشكله. كان معاكم دكتور وائل يحيى، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.